السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد، وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. حطوا لي بقى لايكات كتير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم قوي 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 قوي، مشرفيني ومنوريني، ووجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهارده بقى انا لقيت اختي داخله عليا. انا قلت لكم قبل كده ان انا ماليش اخوات يعني من امي وابويا. لكن ليا ولاد خالتي، ليا ولاد اخوالي، كلهم اخواتي واكتر من اخواتي كمان، والله ربنا يعلم. فانا لقيت بقى بنت خالتي داخله عليا النهارده بتقول لي خدي نوع السمك ده اقليه وهتدعي لي. فالمهم ايه، قلت لها ايه السمك ده؟ انا اول مره اشوفه، ايه هو؟ ليه شكله كده يعني؟ هو ما شاء الله شكله جميل، احمر. يعني لسه طازه، في دم في قلبه، اللي هو ايه لسه احمر، يعني الدم حتى اللي في قلبه احمر، مش غامق ولا الكلام ده. فقلت لها ماشي. قالت لي بصي هو نوع جميل، انا حد جايبه لها يعني من بلد فيها بحر وكده. احنا هنا عندنا الانواع السمك محدوده. يعني احنا بلد ارياف، فاللي بيجيلنا هنا يعني انواع بسيطه. لما بنعوز بقى ايه اللي هو الانواع اللي هي يعني كتير، او اللي هي موجوده في السويس واسكندريه والحتت دي، بنروح بلد تانية غير البلد اللي احنا قاعدين فيها عشان نجيب منها. لكن احنا هنا المتوفر عندنا البلطي، الروسي، حاجات كده يعني، مكرونه بلدي. كده يعني، جمبري برضو موجود. لكن انا المكان اللي انا فيه ما كانش فيه جمبري. انا كنت ناوي اعمل لكم النهارده رز بالجمبري، بس المكان اللي انا فيه ما كانش فيه جمبري، فما عرفتش يعني. ان شاء الله متعوضه مره تانية. وبعدين هي فاجئتني اصلا، يعني انا ما كنتش عامله حسابي خالص على اكلة السمك دي. المهم ايه، اخدته كده بقى ولقيته بيلمع كده وجسمه بيلمع، فانا بعمل بصبعي كده لقيت فيه قشرة. قلت يبقى هنضفه. يعني بقى لازم نشيل القشرة اللي عليه دي، لان احنا هنقليه. قالت لي النوع ده بيتقلي. فخلينا ماشيين وراها اما نشوف في الاخر هتبقى النتيجة ايه. بصوا بقى، نضفته. لقيت في قلبه كمان بطروخ، يعني انا ما صدقتش. فاول واحد كده حطيته مع التنظيف على اساس بقى ان هو ده اللي هلاقي فيه، بس التانيين مش هلاقي فيهم. هتشوفوا معايا دلوقتي ما شاء الله لقيت كله في قلبه، حتى الصغيرين يعني هم فيهم كبير وصغير، الصغيرين لقيت في قلبهم كمان. شلتهم بقى في طبق لوحدهم كده وغسلتهم. طبعا الحوض انا غسلاه كويس قوي، بغسله على طول وبنضفه وبعقمه بخل وبكرول اوقات. فيعني انا بحط الاكل فيه عادي، ما الحوض انا بهتم بيه عشان انا على طول يعني بحط الاسماك اللحوم كده، ممكن احطها كده في ارضية الحوض. اهو بصوا بقى، بصوا قلبه ما شاء الله، السمك جامد يعني، تتكي عليه كده من بره مش طري، لحمه ناشف. ويعني بصراحة حلو. اللي يعرف بقى نوع السمك ده ايه يقول لنا في الكومنتات. هغسله بقى كويس تحت الحنفية كده. يعني انا على طول بتعجبني قوي مقولة لا تصرف في المياه ولو كنت على نهر جريان. لكن انا بص يعني انا بحب ابقى فاتحة الحنفية كده بصراحة، يعني ربنا يسامحنا بقى. معظمنا كده ما بنعرفش نغسل حاجة غير تحت الحنفية كده، يعني اللي هو ايه الاسراف ده. فمعلش بقى يعني ربنا يسامحنا ان شاء الله، النظافة من الايمان برضه. لا احنا بنقول عظمة النهاردة يعني احنا بنقول شعر ولا ايه؟ كلها امثال كده. اغسله بقى كله كويس قوي من قلبه كده، واشيل السمار اللي بيبقى فيه. ويعني هظبطه. خلص بقى كل السمك اللي معايا. لا ده انا هغسله معاكي كله، يعني هما 5 سمكات اصلا مش كتير يعني، بس هو حلو وكبير يعني. حتى ممكن يكون مش باين قوي في الكاميرا ان هو بس هو كبير يعني ما شاء الله. يعني بصوا اللي هو سمكه عالي، يعني تخين كده اهو. بصوا البطاريخ اللي انا لقيتها في قلبه، يعني انا ما صدقتش والله ان يكون سمك كده ويبقى في قلبه البطاريخ الجميلة دي. كان طعمها تحفة يعني انا قلتها وكلتها وانا واقفة، هتشوفوها دلوقتي. اغسله بقى كويس كده تحت الحنفية قوي، يعني بحط له بقى مية كذا مرة كده. وبعدين بقى هنقعه شوية، مش هنقعه كتير عشان اللحمة بتاعته ما تتفلش. يعني مش مستحب قوي السمك انه يتنقع كتير، لانه هو اصلا يعني ما بيبقاش الحجم كبير قوي، فهي المية هتتغلغل فيه بسرعة. هحط له بقى ملح وليمون. ده كان اخر حاجة حبة عندي في البرطمان على ما اجيب كيس افضيه. بصوا بقى هحطه كده واسيبه شوية بقى وارجع لكم تاني. هغسل بقى الحوض. انا لما بكون بعمل السمك بالذات يعني عن الفراخ او اللحمة كمان.
باحب اغسل الحوض على طول ورايا، لان انا مش باحب اشم ريحة زفارة ورايا. وبعدين انا جوزي من النوع اللي ما بياكلش الاسماك خالص 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 يعني، ولا اي نوع، ولا جمبري ولا حوادق ولا موالح ولا اي حاجة. فطبعا ايه اللي هو الحمد لله انا ما بعملوش هو هنا يعني كتير، هو المعظم يعني ايه بعمله هو في الشغل. بس انا اتعمل فيها فصل محترم النهارده هتعرفوه في الفيديو الجاي. بابقى احب ايه اللي هو ايه ما يشمش ريحة زفارة ورايا. يعني السمك ده انا عمري في حياتي ما عملته في شقتي. انا بقالي 5 سنين متجوزة، عمري السمك ده ما دخلته شقتي ولا عملته. يعني حتى لما كانت حماتي بتعمله وتطلعهولي ما كنتش باكله برضو يعني ايه عشان خاطر جوزي ما بيحبش ريحة الزفارة وكده. فيعني ايه انا بعمله بقى هنا عند امي وهو مش موجود، يعني برضو ايه يعني ايه عشان هو مش بيحبه ومش بيحب ريحة الزفارة وكده، فاحتراما لشعوره يعني. هنعمل بقى الدقة بتاعته. الدقة دي موجودة عندي زي ما قلت لكم، بعملها او امي اللي بتعملها بصراحة جميلة عظمة يعني. بتعملها بشطة حراقة بس، ما بتحطش شطة باردة خالص، فلفل بارد لأ، فلفل احمر حراق، وعفوا وتوم وملح وخل. هنعملها معاكم مرة ان شاء الله لما تيجي يعني الكمية اللي عندنا تخلص وتيجي امي تعمل تاني هصورها لكم واوريها لكم. هنا بقى حطيت الدقة دي. لو ما عندكيش هتجيبي فلفل حار وبارد وعفوا وتوم وملح مش عارفة أنا مش مركزة ليه، ومعلقتين خل، وهتضربيهم في الكبة أو في الخلاط أو تضيقيهم في الهون وتبقى مدقة معاكي جاهزة. وحطيت بقى كمون وكزبرة وبهارات سمك. تقدري تستغني عن بهارات السمك لو ما عندكيش. هغسله بقى تاني من المية الملح والليمون، وهقطعه لأنه حجمه كبير يعني الطاسة عندي مش هتاخده. فأنا قطعته اهو بصوا. هو شبيه كده بسمك التونة اللي هو بيبقى الكبير ده، اللي هي بتبقى السمكة الكبيرة أوي اللي بتوصل 10 كيلو و11 كيلو دي، وبتبقى تتقطع كده وتتباع. بصوا انا خالي والله العظيم الله يرحمه يعني ويحسن اليه كان بيجيبها لنا على طول من اسكندريه. اللي هي السمك الكبيره يعني، كانت السمكه ما شاء الله حجمها بيوصل 10 كيلو و11 كيلو. بس كانت بتبقى حاجه كده في منتهى الجمال والطعم، خرافه 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 يعني. ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه. بصوا بقى انا هحدقه كده من قلبه. انا شقيت شويه الديل بالطول شويه لان عشان الدقه بس توصل لقلبه كده. حطيت بقى معلقتين عفوا اللي اتفضل مني. حطيته على السمك من فوق كده. سبته بقى هتسيبيه بقى قلبته كده ساعة وسبته. ساعتين يعني برضو مش اكتر من كده لان بس السمك ما بياخدش وقت قوي في التمليح. هنحط بقى الدقيق ده. جبت دقيق وحطيت عليه كمية من النشا، يعني مثلا تلت الكمية الدقيق كده حطيت نشا. ممكن تقدري ما تحطيش نشا خالص، بس النشا ما بتخلوش يشرب زيت وبتخليه مقرمش من بره. حطيت نشا وحطيت كمون وكزبرة وملح وكاري او كركم لو عندك هتحطي حاجة بسيطة عشان الطعم ما يظهرش قوي. وتبقي كده بهرت الدقيق. ممكن تحطي توم بودرة كده يعني على اساس ايه ان هو يعني الحاجات الاقرب لطعم السمك عشان ما يبقاش الكفر يغير الطعم. بس هعمله بقى. هعمل الكمية كلها. بصوا بقى البطروخ. هعمل بقى الكمية كلها كده. هحط بقى شوية دقيق كده على البطروخ. لما يكون عندك سمك ما تحطيش في دقيق اول باول، حطيه كل الكمية في الدقيق وحطيه على حاجة واسعة، يعني ما يكونش اللي هو محطوط على بعضه. عشان ايه اللي هو الدقيق يطرى عليه، ما يبقاش اللي هو هايش اول ما تيجي تحطيه في الطاسة يروح مطلع الدقيق في الطاسة ويروح ايه محرق معاكي الزيت. لا، خليه اللي هو يعني يطرى شوية الدقيق، يعني هو السمك يبل الدقيق من عليه. هيبقى حلو والله العظيم وجميل، ومش هيبقى متغير يعني في الكفر بتاعه في اي حاجة. آه هيبقى تمام يعني. ما تقلقيش، جربي بس كده زي ما بقولك وما تقلقيش. هنا بقى جبت الزيت سخنته. طبعا زيت السمك بيبقى سخن، حتى لو احنا هنهدي النار بعد كده لو السمك يعني حجمه كبير هنهدي النار. لكن اول حاجة لازم يبقى الزيت سخن والنار عالية، عشان السمك ايه اللي هو في انواع سمك كده بتبقى تسيب في الطاسة او يعني مش بتبقى حلوة. فلازم النار عالية عشان السمك ما يفككش منك. لكن السمك ده كان ما شاء الله جامد ولحمه ناشف، فكان يعني تمام، ما حصلش حاجة. الامور مستتبة يعني والامن مستتب.
هحطه بقى كده، هقلبه بقى لما ياخد لون من تحت هقلبه. انا مش حاطه زيت كتير طبعا، لان الزيت اللي بيتفضل من السمك انا بتخلص منه، ما بستخدموش في حاجه تاني يعني. فانا مش بحط زيت كتير برضو عشان يعني الاسراف وكده. بصوا بقى اهوت، ده شكل السمك لما طلع، يعني لما استوى وطلع. بصوا الزيت بقى معايا مش مفهوش دقيق كتير ازاي ولا غمق قوي. هنحط بقى بقية الكمية اللي معانا، يعني هنحط برضو جزء يعني ويتفضل جزء، لان الطاسة بتاعتي مش كبيرة قوي. ده البطروخ اهوت، هقليه مع السمك. والله العظيم كان طعمه جميل جدا، يعني لو عايزه اقول لكم كمان ان هو طعمه احلى من طعم السمك هتقولوا ان انا بقول اي كلام. معلش بقى، انا مش عارفه كان ايه اللي حصل للتليفون، عفوا يعني، والله العظيم حقكم عليا. مش عارفه الكاميرا كانت اتقلبت ولا التصوير جه كده ازاي. بس انا كنت بحاول ان انا اقرب لكم الكاميرا على الحله يعني عشان تشوفوا. فمعلش والله، عفوا يعني. ده بصل مبشور. جبت الزيت بتاع السمك وسخنته قوي، انا اعمل رز صياديه. كنت بقول لكم ان انا هعمل رز بالجمبري، بس انا ما كانش متوفر في المكان اللي انا فيه جمبري. جبت الزيت وسخنته قوي. لو انتي بشره البصل هتسخني الزيت قوي. بصوا كنت بوريكم، قلت زي ما بقولك كده، لو انتي بشره البصل هتسخني الزيت قوي، لان لو انتي بشراه اول ما تحطيه في الزيت، ولو الزيت بارد هيتكتل يعني هيلزق في بعضه كده. لو انتي بقى مخرطاه عادي. انا كنت بشراه يعني ما خرطتوش. بصوا بقى اوريكم البطروخ. وبصوا بقى اهيت كده خلاص، ده كده الرز وصل للون اللي انا عايزاه. وخلاص، حطيت له الميه. ههيئه بقى، احط له التوابل بتاعته: كمون، وكزبره. مش هبعد عن توابل السمك. تقدري تحطي له فصين توم، تقدري تحطي له معلقه من الدقه بتاع السمك اللي انت عاملاها زي ما تحبي، بس انا عملته بكمون وكزبره ونص مكعب مرق بس. اهو بصوا بوريكم بقى اللون، واحط له الملح. هغسل الرز بقى، ولما المية تغلي هحطه. هنقعه يعني، اكون نقعاه واحطه. يعني مش هنقعه، عفوا، انا ما بنقعش الرز خالص. معلش يا جماعه والله العظيم انا تعبانه شويه يعني، فمش مركزه. اهو كده الرز استوى. اتشرب قصدي، شفتوا؟ مش انا لسه بقول لكم ان انا مش مركزه. ادعوا لي ربنا يشفيني. اهو ده كان بقى شكل اكلنا النهارده. السمك اقسم بالله كان تحفه تحفه تحفه، وقلبه ابيض زي الشمع يعني، ما شاء الله كان جميل. عملت سلطه بقى ومخلل وكده ترشي يعني.